عمرك سألت نفسك وانت بتشجع نادي الزمالك يعني ايه الزمالك؟ تعال نعرف مع بعض. القصة بترجع ل 1911 لما جه المهندس البلجيكي جورج مارزباخ أسس نادي كان اسمه ساعتها نادي قصر النيل، وكان مقره ساعتها قريب جدا من كوبري قصر النيل. النادي ساعتها كان اجتماعي ورياضي مع بعض. الهدف من تأسيسه ساعتها انه يكون مكان لتجمع الجاليات الأجنبية والمصريين اللي بيحبوا الكوره. ساعتها بعد فتره قصيره اتنقل النادي من المكان اللي هو قريب من كوبري قصر النيل لمكان جديد قريب من دار القضاء العالي اللي احنا عارفينه دلوقتي. وساعتها اتغير اسم النادي لنادي، بدل ما هو اسمه قصر النيل اتغير لنادي اسمه نادي المختلط. اسم المختلط ده جه عشان هو كان بيضم اعضاء كتير من جنسيات مختلفه، اجانب ومصريين، وده خلاه مميز جدا في وقتها عن باقي الانديه اللي موجوده في مصر، لانه ساعتها كان بيجمع ما بين الثقافات وما بين الجنسيات، وده ما كانش موجود كتير في باقي الانديه المصريه. في سنه 1941 وتحديدا في عهد الملك فاروق اتغير اسم النادي مره ثانيه، بقى اسمه نادي فاروق تكريما للملك فاروق. جينا بقى بعد ثوره 1952 والسقوط الملكيه في مصر، اتغير نادي الزمالك للاسم اللي احنا نعرفه دلوقتي اللي هو نادي الزمالك. ليه اسمه الزمالك؟ جه اسم الزمالك ساعتها عشان ده اسم المكان او المنطقه اللي كان موجود فيها النادي ساعتها، اللي هو الحي بتاع نادي الزمالك. لو جينا نبص لكلمه الزمالك، هي دي كلمه تركيه معناها الكوخ الخشبي او العشش. ليه التركيين سموها الاسم ده؟ المنطقه دي كانت عباره عن مستنقعات وما كانش حد ساكن فيها خالص. الاتراك ساعتها بييجوا يصطادوا في المكان ده خلاص، عشان ده ما كانش اصلا مكان فيه سكان خالص، فهم كانوا بييجوا يصطادوا في الوقت ده. فكان الحاجات اللي كانت موجوده او المبنيه ساعتها كانت عباره عن اكواخ كده او عشش موجوده على ضفاف النيل، فعشان كده هو الاتراك لقبوها بالكلمه الزمالك اللي هي معناها العشش. تعالوا نذكر شويه احصائيات كده وحاجات للزمالك. في 2 يونيو 1944 كان نهائي كاس مصر ما بين الاهلي والزمالك. ساعتها الزمالك قدر يفوز على الاهلي بنتيجه 6-0، ودي كانت نتيجه كبيره قوي ساعتها. دي من النتائج برضو لغايه دلوقتي ما حدش ينساها. نادي الزمالك اختير في سنه 2003 ان هو احسن نادي في العالم. قدر ان هو يكسب 7 بطولات في سيزون واحد، اللي هم كاس مصر، السوبر المصري، السوبر الافريقي، دوري ابطال افريقيا، الدوري المصري الممتاز، السوبر المصري السعودي، والبطوله العربيه. دول 7 حاجات هو قدر يحققهم او قدر ان هو يفوز بيهم سنة 2003. أخيرا لو عجبك الفيديو أتمنى تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وإن شاء الله أشوفكم الحلقة الجاية. كان معاكم محمود فاروق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.